نحن دائما سباقين باقامه مثل هي الفعاليات بكل المحافظات السوريه. اخترنا بهالتوقيت هذا هو كرنفال صيف طرطوس. نحن دائما مهرجاناتنا بنسميها كرنفال لانه بنحول التسوق لفرح ولمتعه لهالشعب، لانه شعب بيستاهل. فمن انطلاق انه نحن عم نجيب كبرى الشركات المحليه والبراندات العالميه عم نجمعها بمكان واحد، طبعا الشركات المصنعه والشركات الام والشركات المستورده، ليوصل المنتج من المنتج الى المستهلك بسعر التكلفه دون وسيط باذن الله. بالاضافه بهيك اجواء نحن بتعم الفرحه، يعني دائما نحن نقول تسوق تسوق واستمتع، لانه راح نحن نوفر اجواء كثير رائعه بهذا الموضوع. والاسعار راح تكون حلوه، الشركات كلها عم تقدم عروض وعم تقدم هدايا، وان شاء الله الفرح بعم على سوريا كلها. نحن اليوم لبينا الدعوه وجينا على مهرجان التسوق بطرطوس على كورنيش البحر. انا بنصح كل عيله وكل شاب ينزل عيلته وينزل على مهرجان التسوق ليستفيد من شغلتين اللي هن القزدوره والاسعار الحقيقيه والعبء اللي بده ينشال من على كتافك اللي احنا حاملينه وجايين لعندك من اخر المحافظات لنلبيكم ونعطيكم بنصف القيمه تماما. هذا الحكي بكل المعارض مو بس عنا، نحن مالنا المعرض حديثين الولاده فيه من 30 40 سنه بنجي على معارض، ومعرض طرطوس بالذات بيتميز بالمشتركين اللي بيخفضوا الاسعار، جميع الشركات بفضل الله. والله شفت عينكم الاقبال شديد من اول لحظه مو من اول يوم. أنا سمعت عن المهرجان وجيت اليوم أول يوم، الحمد لله الأمور تمام وبيحمس، والحمد لله أحسن من برا يعني، والأمور تمام الحمد لله، وجبت أغراض يعني أرخص من برا، ومحمس أنا هيك مهرجان. والله يقويكم يا رب. نشتغل شيء اسمه إعادة توالف طبيعة. أي شيء موجود بالطبيعة ممكن نستخدمه وإعادة تدويره لو اشتغل فيه. قطعة موجودة عندك بالبيت أو حابب إنك ما تكبها وتغير فيها، أنا بعدك تدويرها تماما وبرجع بعملها تماما على مبدأ إنك كأنها قطعة جديدة.